الدعم لاتحاد السله، لكن ما حصلش دعم خالص. بالعكس احنا نفس السيستم. يمكن كنا واخدين وعد من الوزير السابق ان احنا الدعم هيزيد، خصوصا النص الثاني بتاع الدعم اللي جه مؤخرا. فوجئنا ان هو جه زي ما هو، فانا بعت جواب للوزاره الجديده ان زياده الدعم عشان الظروف اللي عندي. ردت قالت لا، ما فيش زياده دعم ولا حاجه، احنا بعتنا الدعم والدعم ده هو المقرر ليك. ده اخر حاجه وصلتنا الوزاره. الحقيقه عندي مشكله كبيره جدا. انا كنت على هامش كاس العالم في الامارات، كنت كنت في دبي، وانا رحت ابو ظبي على نفقتي الخاصه، وقابلت شركه ميسي اللي هي كانت راعيه المنتخب في بطوله دبي، على اساس ان هي ترى المنتخب في الفتره اللي جايه. المنتخبات كلها الحقيقه الناس كانت متفاهمه الموقف جدا، وعرضوا اول حاجه ان هم هيدوا لنا لبس المنتخبات كلها مجاني نهائي، لبس كويس، عاملين شركه كويسه قوي الملابس وخامات كويسه، وبعتوا لنا ديزاينات وبعتوا لنا كل حاجه. بعت الوزاره يمكن داخلين في شهرين دلوقتي ما حدش رد علينا في الوزاره. فوجئت امبارح الشركه، لان طبعا الشركه دي شركه بروفيشنال يعني، فبعتوا لي جواب امبارح ان احنا نظرا ان احنا اتاخرنا هم بيأسفوا عن اتمام التعاقد، لان هو اصبح عنده حاجات ثانيه، ودي ضيعت علينا اكتر من مليون جنيه. لان كانت هتطلع ملابس بس، بتدينا ملابس كامله ل5 فرق، مش في كاس العالم بس، لا، لبس تمرين، لبس ماتشات، بطولات وديه. ده كان اهداء منهم، بالاضافه ان هم كانوا يعني لسه كنا بنتكلم ان هم يبقوا راعي المنتخب، يتكتب اعلان باسم الشركه وكده. راح علينا كل ده الحقيقه بسبب التاخير اللي حصل في الرد على الخطاب. بس يعني حتى يعني احنا جرينا وسعينا ان احنا نجيب سبونسر للاتحاد يرعى المنتخبات وكده، عشان يوفر الدعم شويه عن الوزاره، يوفر الدعم شويه عن الوزاره، ويخلينا احنا كمان ان احنا يعني نقدر نصرف على المنتخبات في الفتره اللي جايه. يعني انا مطلوب مني مصاريف جامده جدا. انا عندي 5 منتخبات بقول لك، معسكرين وعندهم بطولات خارجيه وداخليه واعداد و3 كاس عالم في افريقيا، دي كلها حاجات فلوس يعني. الوزاره رافضه ان هي تديني المعسكرات خالص، يعني هتضرب رفض تام للمعسكرات. فانا لما اجي اجيب حاجه وتضيع مني، انا في منتهى الحزن الحقيقه.